السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد. وقبل ما أبدأ الفيديو أنا أسفة جدا 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 على التأخير. في الفيديو ده هنتكلم عن قبل ما أبدأ الفيديو يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين. في الفيديو ده هنتكلم عن ربط عنق الرحم. للناس اللي مش عارفة ايه هو الربط، ربط عنق الرحم. انا عملته امتى وكان ازاي وصعب ولا سهل وايه الدنيا كلها، ده كله ان شاء الله هنتكلم عنه في الفيديو ده. اولا كده انا ربطت بعد الحمل. كنت حامل في اول يوم في الشهر الثالث. اول يوم، في ناس بتربط قبل كده بعد كده، انا مش عارفة بصراحة امتى المفروض، لكن انا اول يوم في الشهر الثالث كنت بربط ببنج كلي، مفيش اي حاجة. رحت كنت صايمة بقالي 8 ساعات بين الاكل والشرب وكل حاجة. انا صحيت الصبح، ده اول يوم اظهر فيه اعراض الحمل. قبل كده ما كانش ظاهر خالص اي اعراض حمل ليا. في اليوم ده صحيت ترجيع فجأة، انا مش عارفة من الصيام ولا من ايه، فقلت عادي يمكن من الصيام يمكن من التوتر يمكن من اي حاجة يعني. رحنا وخدت اداني حقنة مضاد، ركب لي الكالونة وخدت حقنة مضاد حيوي وخدت ودخلت على البنج على طول. وانا كان في كذا عملية، كان عمليات منظار بطني، وكان يعني في ناس كده، بس انا عشان الحمل وكده ف دخلوني على طول بصراحة يعني. وكانت دي اكتر مرة الممرضات فيها كانوا كويسين، كان حظي حلو مش عارفة ليه. بس فرحت ودخلت طبعا بنج كلي، ما حسيتش باي حاجة خالص. بعد كده انا كنت في الفترة دي اول 3 شهور كنت باخد حقن السيولة اللي هي بتاعت سيولة الدم وكده، مع اني انا اصلا ما عنديش تجلط في الدم، بس هو اداهم لي اول 3 شهور تحسبا وعشان اكتمال مخ الجنين والكلام ده كله يعني. فوقتها في اليوم ده ما خدتش طبعا، المفروض كنت باخدها الساعة 9 الصبح، ما خدتهاش. ربما يحصل نزيف او ما شابه يعني، بما انه هيحصل فيه عملية وكذا. فاليوم ده انا سألت قالوا لا ما تاخديهاش وادخلي كده، كنت واخداها معايا. بس كده بعديها بعد ما خلص اخدتها طبعا في نفس اليوم برضو، بس بعد العملية وبعد ما اطمنا خدت البنج وما حسيتش باي حاجة خالص. قبل ما ادخل عمل لي سونار. طبعا انا المفروض ان كده هما توأم، وخلاص عرفت ان هما توأم اليوم ده. اصلا حتى الدكتور اللي عمل لي سونار قبل ما ادخل عملية الربط دي ما رضيش يقول لي توأم، وقال لي الجنين كويس ومش عارفة ايه، وانا فضلت ابص عشان اشوف فرق، قال لي ان هو كويس واحتمال ان هو يكون ولد، وما قاليش خالص ان هما توأم. عملت السونار، سونار مهبلي عادي. وبعدها دخلت العمليات بنج كلي. مش عارفة خدت قد ايه وقت، بس هو مش كتير، ممكن ربع ساعة تلت ساعة مش اكتر من كده، او انا مش عارفة، بس انا ما طولتش وطلعت. فقت على طول العادي. حسيت كنت حاسة مش ألم كدم، انه هو انتي مش مرتاحة يعني، بس مش ألم. هما فعلا قالوا لي احنا عاطينك حقنة مسكنة بس خفيفة طبعا عشان الحمل، حاجة خفيفة وانتي مش هتحسي بأي ألم ولا أي حاجة. نزل كام نقطة دم كده، قالوا لي عادي لحد 3 أيام ممكن ينزل، فده طبيعي ما تقلقيش منه. تمام تمام. شربت عصير تفاح واطمنوا عليا ولبسوني هدومي وكله تمام. وانا لحد دلوقتي انا مش حاسه، يعني حاسه ان انا مش مرتاحه، بس مش حاسه ان هو الم واو يعني، مش حاسه بمغص او الم، لا انا حاسه ان انا مش مرتاحه بس. تمام. ورحنا طبعا احنا الطريق، احنا كنا في فيصل ومن المقطم، والدكتور طبعا فده طريق صعب وكان فيه اصلاحات في الطريق ومش عارفه ايه، فاحنا طلبنا اوبر. في اليوم ده في نص الطريق اوبر سابنا ومشي، مش عارفه ايه اللي حصل، ابوه توفى تقريبا او في عذر ومشي فسابنا. فاحنا دخلنا في كافيتيريا قعدنا لغايه ما نطلب اوبر تاني. الفتره دي كلها انا عماله انزل من العربيه واطلع من العربيه وكل حاجه يعني والدنيا ماشيه، والطريق اصلا كانت مش حلوه. بس بعدها رحنا استنينا حوالي نص ساعة مثلا لحد ما اوبر التاني جالنا. في الوقت ده انا شربت عصير. تمام. حتى الان انا برضو حاسة ان انا مش مرتاحة، بس يعني مفيش مغص ولا اي حاجة. بعد كده الاوبر اللي جالنا غالبا ما كانش عارف الطريقة او اول مرة يطلع المقطم، انا مش فاهمة. دخلنا من طرق صعبة ومطبات ومش عارفة ايه، كان يعني مشوار ما يعلم به الا ربنا.
بس وصلت البيت لسه ما طلعتش السلم. انا كنت ساكنه وقتها في الدور الرابع، المفروض اطلع 4 ادوار. ففي نص السلم وترجيع بقى ومغص وألم، ووقتها ما قدرتش اكل اي حاجه لمده اليوم كله، مش قادره اكل اي حاجه والألم عمال يزيد عمال يزيد، تحسي ان انا مش عارفه اقعد ومش مرتاحه، ومغص في بطني زي مغص البريود كده. ما فيش اليوم الاول والتاني يعني الاول كان اصعب يوم، بعدين اليوم التاني ده تحس ان انت ارتحتي نوعا ما. اليوم التالت خلاص ما فيش اي حاجه، ولا كانه في حاجه حصلت زي ما بقول لكم كده. رينج لايت فصل، فانا رجعت تاني. اول يوم وتاني يوم هما اللي صعبين بصراحه، ومش هينفع تاخد مسكن. وانا كده كده عرفت ان الترجيع خلاص بدأ معايا، واعراض الحمل بدأت معايا، ومعرفتش اكل. وخلاص اليوم التالت خلاص مفيش ألم ومفيش اي حاجه. وبالمناسبه مفيش يعني مفيش نزول دم غير اول يوم بس، مفيش تاني. حتى لمده 3 ايام مفيش منه اي مشاكل. بس كده. دي كل الربط. بعدها انا رجعت بلدي خلاص. يمكن قعدت 10 ايام مثلا، وبعدين رجعت البلد سوهاج عندنا، لاني وعشان اتابع في سوهاج خلاص يعني اقامه. وهو الدكتور قال لي انت اصلا بعد الربط عايزه تمشي بعدها بيوم عادي بيومين عادي. فانا قررت ان انا ارتاح حتى من العمليه والدنيا تستقر كده معايا. والحمد لله المشوار برضو جا مسهل ومفيش اي حاجه. ايه تاني في الربط؟ مفيش كده اي حاجه في الربط، وما كانش الالم الصعب غير اول يوم بس بصراحه يعني. لكن تاني يوم الدنيا هتبدأ تخف، وتالت يوم مش هيحصل اي حاجة. انا بس كان تعبني وقتها ان انا خلاص بدأت معي اعراض الحمل من اول الشهر الثالث مع الربط، فكله بس هو ده اللي تعبني. بس كده. ده كل حاجة تتعلق بالربط. اي سؤال حضراتكم عايزين تسألوه لي اكتبوه في التعليقات. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وإذا عجبكم الفيديو واشتركوا في القناة واعملوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.